شايفين الجمبري الباترفلاي التحفة ده؟ تعالوا اقولكوا ازاي تعملوه وتطلعوه بالجمال وبالطعامة دي وشكله يجنن. هتجيبوا 100 جرام زبدة تكون سايحة كده، هنحط عليها ملح ومعلقة كبيرة توم وعصرة ليمون ومعلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة بابريكا وشوية شبت صغيرين ونقلبهم مع بعض. وما ننساش طبعا اللي بيدي الجمبري الطعم المميز هي المستردة، هنحط معلقة كبيرة مستردة ونقلب الخلطة دي كلها مع بعضها. طاسة سخنة على النار هنحط فيها حتة زبدة صغيرة ونسيب الطاسة تسخن كويس جدا، وبعد كده نجيب الجمبري بتاعنا هنكون فاتحينه نصين بالشكل ده، بس ما بنقسموش لآخر، يعني بنسيبه شابك كده من الآخر، وطبعا بنفصله شوية عن القشرة بتاعته، ونبدأ نرصه في الطاسة بعد ما تسخن كويس جدا، نرصه جنب بعضه كده عشان ياخد وش من تحت. هندهن الجمبري من فوق بخلطة الثوم والزبدة اللي احنا عاملينها ونخليه يتشرب حلو من الخلطة بتاعتنا. هو ما بياخدش كتير على النار، يعني دقيقتين 3 هنلاقيه استوى من تحت. هنبدأ نقلبه من الناحية التانية عشان كمان يستوي من الناحية اللي عليها الخلطة. هنرفعه من الطاسة ونسيب الزبدة اللي نزلت مكانه في الطاسة. أنا كنت عايزة أعمل فيها صوص للمكرونة تتقدم جنب الجمبري، فهزود حتة زبدة كمان وهزود علبة كريمة لباني، وأنا كان عندي شوربة من قشر الجمبري هحط منها كوباية، وهنزود كمان معلقة دقيق كبيرة علشان تخلي الصوص تقيل معانا. انا بصراحة ملحقتش اصور المكرونة، لكن هو هنعمل الصوص بالطريقة اللي انا قلتلكوا عليها دي، وبعد كده اي نوع مكرونة مسلوقة عندنا بنقلبه في الصوص ونقدمه جنب الجمبري. ان شاء الله الوصفة تعجبكم، مستنية ارائكم فيها، قولولي رأيكم في التعليق.